أنا مبسوط. مش عارف أبدأ منين، بس أنا بقالي فترة شغال في الأوضة دي. تعبنا فيها وصرفنا عليها، وكنت مركز على كل تفصيلة فيها يعني. والحقيقة الحمد لله أنا مبسوط. إحساس إنك تبني حاجة جديدة وتشوفها قدامك بتتحسن إحساس جميل جدا يعني. بس وأنا قاعد هنا يعني جه في بالي حاجة كده، مش عارف جت إزاي. بس سألت نفسي سؤال يعني، مش عارف هو إزاي جه، لكن أنا ليه مهتم بالتفاصيل دي أوي يعني؟ ليه مركز أوي كده؟ يعني مثلا لو حاجة بسيطة بايظة هنا بنعدلها، لو الإضاءة مش مظبوطة بنعدلها نغيرها، لو أي حاجة مش مظبوطة كويس بنظبطها يعني. بس يعني هو أنا مهتم، يعني أنا بنفس الاهتمام ده هل اهتميت بحياتي التانية؟ لحظة، هو إيه حياتي التانية دي؟ مش عارف، السؤال ده قعد معايا شوية. أنا هنا ممكن أقعد كام سنة؟ مش كتير يعني. طيب المكان اللي بعد كده اللي مفيش منه خروج، هو المكان اللي محدش بيحب يتكلم عنه ولا يفكر فيه كتير، بس هو الحقيقة الوحيدة اللي كلنا رايحين ليها. هنا مفيش ديكور، مفيش نور، مفيش تجديد. هنا يا إما راحة يا إما غير كده. أنا هناك أو هنا مش هينفع أقول هصلي بعدين، مش هينفع أقول لسه بدري. كل مرة كنت بتأجل فيها حاجة كويسة كنت فاكر إن عندي وقت، بس الحقيقة محدش ضامن وقته. فعلا محدش ضامن وقته. ناس كتير هنا كان عندهم أحلام، كان عندهم حاجات كتير مخططين ليها وحاجات لسه تتعمل، بس كل ده انتهى فجأة. محدش ضامن عمره والله. كل واحد ملهي في الدنيا بتاعته، بيجري عشان يظبط حياته، وده الطبيعي ومفيش فيه مشكلة. لكن المشكلة إنك مهتم بالدنيا أكتر من الآخرة، بتحط مجهود في حاجة مؤقتة وسايب الحاجة الأبدية. زي ما أنا كنت بظبط في الأوضة بتاعتي مثلا، يعني زي ما بتظبط في شقتك، في أوضتك، في أي حاجة عموما في حياتك، ظبط دنيتك برضو. زي ما بتدفع فلوس عشان تعيش مرتاح، اعمل مجهود برضو عشان تعيش مرتاح هناك في حياتك الأبدية. مش مطلوب منك إنك تبقى كامل، ولا تبقى يعني بيرفكت من كل حاجة كده. حاول يعني تبدأ، خد خطوة وابدأ، لكن ما تثبتش في مكانك كده وخلاص. أنا مبسوط فعلا من الأوضة، إن أنا خلصتها وكده، لكن نفسي أبقى مطمن على المكان اللي بعد كده. فخلي عندك حماس، بس الحماس ده يكون للآخرة يعني، لآخرتك بس.